اهلا بيكم في حلقه جديده من كانفاش ماسترينج اكاديمي لتعليم الفيلم ميكينج. الفيديو ده يعتبر الحلقه الثانيه من كورس تعليم ادوبي بريمير برو المجاني. في الحلقه اللي فاتت احنا علمنا ازاي نعمل الحركه والافكت كنترولز والموشن. في الحلقه دي هنتعلم مع بعضينا ازاي نعمل الكولر كوركشن، تصحيح الالوان. اول حاجه هنعملها ان احنا هناخد الشوت ونحطه في المربع ده كده. حطيناه في البروجكت. هتاخد الشوت وبعد كده هتدوس على نيو سيكونس فروم كليب. احنا كده عملنا سيكونس. هعمل زوم اوت للشوت عشان اعرف اشوفه، وبعد كده هروح للفيت وهخليها حوالي 75% عشان ابدا اشوف الحاجات اللي انا محتاج اصلحها في الفيديو. زي ما انتم شايفين الالوان باهته جامد جدا، الفيديو باهت، التفاصيل مش واضحه زي مثلا في الشفايف، في الدقن تفاصيلها مش واضحه جامد. زي ما انتم شايفين برضو في الزراير، في القميص، التفاصيل محتاجه ان احنا نوضحها اكتر واكتر. في اللومتري كلر هنا ده السكشن اللي بنعمل فيه كلر كوركشن. هتلاقي ان بيزك كوركشن وكرييتيف اول الاثنين دول هم دول اللي بنعمل فيهم تصحيح الالوان. الحاجات اللي بعديها زي كيرفز، كولر ويلز، اشيسل سكندري، فاينت، كل الحاجات ديت عباره عن تلوين مش تصحيح. احنا هنتعلم التصحيح اللي هو بيزك كوركشن. اول حاجه تلاقيها اللوت ده عباره عن تصحيح جاهز بيتحط على الفيديو ده. لو انت مصور بكاميرا معينه وحاطط السيتنجز على حاجه معينه فبتحط التصحيح ده بيبقى جاهز، لكن في الطبيعي احنا بنخليها نون، مش بنحط اي حاجه وبنبدا نشتغل واحده واحده مع بعض. زي ما انت شايف اول سيكشن في التصحيح هو الوايت بالانس. الوايت بالانس ده عباره عن ان هو بيظبط الالوان على حسب اللون الابيض، وعلشان كده هو اسمه وايت بالانس. بمعنى ان لو في حاجه موجوده في الشوت بتاعك لونها ابيض هو بيحاول يخليها بيضه جدا، ما تكونش مثلا عليها شويه ضله او ما تكونش مثلا لونها بيج شويه، لا بيحاول يخليها ابيض. في طريقه سريعه ممكن تصلح بيها الوايت بالانس عن طريق ان انت تختار الوايت بالانس سيلكتور اللي هو العلامه اللي زي النقاطه ديت. هتروح بالعلامه ديت وتختار اي حاجه كانت فعلا لونها ابيض بجد في الشوت في الحقيقه. هتلاقي ان هو ظبط لك كل حاجه اوتوماتيك. طيب دلوقتي لو احنا عايزين نظبط كل حاجه بنفسنا هنلاقي اول حاجه اللي هي التمبريتشر دي اللي هي السخونه. لو علينا تمبريتشر اكن الدنيا بتسخن جدا، اكن الدنيا حاره جدا. لو وطيناها اكن الدنيا متلجه. هو برضو الوايت بالانس المفروض ان انت تظبط التمبريتشر بحيث ان الحاجات تكون لونها طبيعي. التنت هو الحاجه تروح للبنفسجي او البامبي قوي او الاخضر قوي. في بعض الكاميرات بيبقى عليها لون بنفسجي خفيف، في بعض الكاميرات عليها لون اخضر خفيف. انا هختار الوايت سيلكتور ده تاني اللي هو النقاطه دي، وهختار اللون الابيض، ومن هنا هبدا بقى اغير. ممكن مثلا اخدها بنفسجي شويه، اخدها ازرق شويه، لحد ما الاحظ ان الالوان طبيعيه جدا ومشابهه للالوان الحقيقيه اللي انا كنت شفتها بعينيا لما كنت بصور. بعد كده السكشن التاني هو التون. في التون في حاجات كتيره. اول حاجه هي الاكسبوجر اللي هي درجه الاضاءه او درجه لموع الحاجات. لو عليت الاكسبوجر هتلاقي كل حاجه بتنور جامد جدا، لو وطيت الاكسبوجر هتلاقي كل حاجه بتضلم جامد جدا. انا هقلل الاضاءه شويه، لكن طبعا مش هقللها جامد جدا مثلا او اخليها مثلا -2، لا انا هقللها مثلا واخليها -0.2. اهم حاجه في الاكسبوجر او في الاضاءه ان الاضاءه ما تكونش عاليه جدا لدرجه ان في حاجات مش واضحه. بعد كده تاني حاجه معانا هي الكونتراست اللي هو التباين. يعني ايه تباين؟ بمعنى اصح لو انت عليت الكونتراست جامد هتلاقي كل الحاجات الغامقه زي الدقن والساعه والقميص والحاجات ديت بتغمقها اكتر، وكل الحاجات الفاتحه زي الخلفيه والبورنيطه ديت او العامه ديت هنلاقيها بتتفتح اكتر وبتنور اكتر. فزي ما انتم شايفين لو علينا كونتراست جامد هنلاقي ان كل الحاجات الغامقه غمقت اكتر، وكل الحاجات الفاتحه اللي هي الخلفيه بقت فاتحه اكتر. وطبعا لو وطينا كونتراست جامد هنلاقي ان كل الحاجات الغامقه فتحت وكل الحاجات الفاتحه غمقت، فهتلاقي ان الشوت بدا يبقى سايح على بعضيه لان كل حاجه بقت نفس درجه الفتحان والغمقان. ميزه الكونتراست ان هو ساعات بيدي تفاصيل اكتر او بيبين الحاجات اكتر، فانا هعليه بس مش هعليه جامد جدا مثلا زي 48 والكلام ده، لا انا بس هعليه حاجه خفيفه بحيث ان هو يدي نوع من التفاصيل من الديتيلز. بعد كده لو نزلنا لتحت هنلاقي حاجه اسمها الوايتس اللي هي الحاجات البيضه جدا. وبعد كده هنلاقي الهايلايتس اللي هي الحاجات المنوره شويه، مش البيضه قوي لكن المنوره شويه. بعد كده هتلاقي الشادوز اللي هي الشادوز بجد اللي هي الضله اللي هي الحاجات الغامقه سيكا. بعد كده البلاكس الحاجات السوداء خالص. هو ده الهايلايتس، شادوز، وايتس اند بلاكس. انا ممكن اقلل الهايلايتس شويه بحيث ان التفاصيل بتاعه الخلفيه تبان شويه بدل ما هي منوره جامد جدا، فممكن اخليها على حوالي ممكن 15 كويس. بعد كده الشادوز، لو انت عليت الشادوز هتلاقي ان الحاجات اللي عليها ضله او اللي هي غامقه شويه بدات ان هي تنفتح اكتر او تتفتح اكتر، بس انا مش عايز الحاجات دي تتفتح، انا عايز اضلم الدنيا شويه بحيث ان التفاصيل تبدا تبان. انت لو فتحت كل حاجه هتلاقي الشوت بقى سايح في بعضيه وعليه كده طبقه باهته، فانا اللي هعمله ان انا هخلي الشادوز على حوالي -12. بعد كده البلاكس، زي ما انت شايف البلاكس لو عليتها جامد كل الحاجات اللي فيها لون اسود جامد بتفتح، كل البيكسلز اللي مسوده جامد بتفتح، وهكذا. اخر حاجه هي الساتوريشن لو عليتها جامد هتلاقي ان الالوان بقت توضح جدا وتبقى ملونه اكتر. لو وطيت الساتوريشن خالص هتقلب حاجه زي ابيض واسود. فطبعا احنا مش هنعليها جامد خالص عشان ده بيبقى شكله فيك قوي، احنا هنخليها على حوالي 115 بحيث ان الالوان تبان بس ما تكونش جامده بزياده.
وده يبقى تصحيح الالوان، ده البيزك كوركشن. اخر حاجه عشان تبقى عارفها، لو انت عايز ترجع كل حاجه زي ما كانت ممكن تدوس على الزرار ده ريست، تلاقي كل حاجه رجعت زي ما كانت. ولو انت عايز تخلي الكمبيوتر هو اللي يعمل لك تصحيح الالوان بنفسه ممكن تدوس على اوتو، ساعتها هو يعمل كل حاجه بنفسه، بس انا ما انصحش بده. ولو انت عايز تشوف قبل وبعد ممكن تدوس على علامه الصح ديت، وهو هيشيل تصحيح الالوان اللي انت عملته، وبعد كده ممكن تدوس عليها تاني عشان تحط تصحيح الالوان تاني. بعد كده في خانه الكرييتيف اول حاجه هتلاقيها هي اللوك. اللوك ده عباره عن حاجه زي فلاتر، زي فلاتر الانستجرام. انا ما انصحش بيه لان الوانها بتكون قويه جدا زي ما انتم شايفين، لكن لو حابب تستخدم واحده منهم ممكن تستخدمها بس تقلل الانتنسيتي بتاعتها. بمعنى اصح انت تحط الفلتر بس مش هتخليه جامد قوي، تخليه خفيف. لو خليته 0 اكنك مش حاطط الفلتر، ولو خليته 200 انت كده حاطط الفلتر جامد جدا. انا في الحقيقه مش هحط اي فلتر، انا هخش على الخانه اللي تحت. في الخانه اللي تحت اول حاجه هتلاقيها هي الفيدد فيلم. الفيدد فيلم ده بيحط عباره عن طبقه كده شفافه بس باهته شويه فوق الفيديو. اي نعم هي باهته لكن هي بتدي كده نوع من ستايل الافلام، فانا هحطها بس مش هحطها جامد قوي. انا هخليها على حوالي 20 كده بالظبط، ممكن 15. بعد كده الشاربن اللي هي الشاربنس بتاع الفيديو بتاعك وتفاصيله، دي طبعا هحتاج اعليها جدا لان انا اصلا كنت مقلل الشاربنس في السيتنجز بتاعتي، فانا هعليها جامد جدا. ممكن اخليها على 100 عامه لان انا كنت مقلل الشاربنس جامد جدا في السيتنجز بتاعتي، لكن انا في الاغلب هحطها على حوالي 60. بعد كده الفايبرنس شبه الساتوريشن جامد لان هو عباره عن لموعه الالوان، لكن انا ما انصحش انت تعلي بيه في اغلب الاحيان. زي ما انت شايف هو بيدي لموع الالوان، مش بيقوي الالوان قوي لكن بيديها نوع من اللموعه كده، نوع من الهايلايت. بعد كده هتلاقي خانه الساتوريشن اللي هنا هو الساتوريشن اللي في البيزك كوركشن في الخانه الثانيه. احنا ظبطنا الساتوريشن في الخانه الثانيه فمش محتاجين نعمل حاجه هنا. السكشن اللي تحت ده مش هنتعلمه في الفيديو ده لان السكشن ده عباره عن تلوين مش تصحيح، فده هيكون لي فيديو تاني بس. وفي الاخر ده قبل كرييتيف وبعد كرييتيف. وكمان لو حبيت تشوف قبل اللومتري كلر وبعد اللومتري كلر في الزرار اللي فوق ده ممكن تشوف فيه قبل وبعد. زي ما انت شايف بعد ما خلصنا تصحيح الالوان، الدقن بدا يبقى ليها تفاصيلها، الايد بدا يبقى ليها تفاصيلها، الخلفيه بدا يبقى ليها تفاصيلها، لون القمصان، اللبس، الساعه، العينين، الشفايف، الدقن، كل حاجه بدا يبقى ليها تفاصيلها، بدا يكون شكلها وكانها فعلا طالعه من فيلم. بس طبعا تصحيح الالوان مش كفايه، لازم بعد كده تبدا تعمل كولر جريدنج، تلوين، وده اللي بنستخدم فيه السكشنز الثانيه والخانات الثانيه اللي موجوده في اللومتري كولر. لو انت عايز تتعلم ازاي تعمل التلوين ده الكولر جريدنج، تابع الشانل بتاعتي عشان خاطر تتابع الفيديوهات اللي جايه اللي هتكون في الكورس المجاني لتعليم ادوبي بريمير برو، اللي منها هيكون الفيديو اللي هنعلم فيه الكولر جريدنج. ودي تعتبر الحلقه الثانيه من كورس تعليم ادوبي بريمير برو المجاني. اشوفكم في الحلقه الجايه.